الاحسن الاي 5 سادس ولا الاي 7 رابع؟ على الورق والارقام والمواصفات والاداء الاي 7 رابع اقوى. وبس كده، شكرا وفولو لكمبيوترانجي. استنى بس، هو فعلا اقوى، ولكن هو من جيل اقدم بمعماريه اقدم وصرف طاقه وحراره اعلى ورامات اقدم بسرعات قليله، وكعدد انويه زيه زي الاي 5 سيريز، بس باختلاف في عدد المسارات، 8 مش 4. الميجا كاش في الاي 7 اكبر، 8 ميجا مش 5 ميجا، ودي بتفرق جدا في الالعاب. ده غير ان سرعات الانويه في الاي 7 رابع زايده عن الاي 5 سادس بمقدار 300 ميجا هرتز في سرعه النواه الواحده و200 ميجا هرتز في سرعه الانويه المتعدده. بس خد بالك ان برغم جمدان الاي 7 رابع بس بيستخدم رامات دي دي ار 3 واللي سرعتها ميته في الوقت الحالي، وقصاد ان الاي 5 سادس بيستخدم رامات دي دي ار 4 نوعا ما سرعتها مقبوله دلوقتي. وكمان ان الجيل السادس تقدر تستخدم اس اس دي ام في ام اي في معظم البورد والكيسات الاستيراد كمان، وليك امكانيه تطوير للجيل السابع كمان على نفس البورد، بس مش هيديك فرق اداء كبير عن السادس غير في بعض حاجات بسيطه، وده لو هتطور البروسيسور من نفس الفئه اي 5 سادس لاي 5 سابع. انما التطوير الحقيقي اللي هيديك اداء فعلا لما تطور للاي 7 سادس، واللي هو بالمناسبه اقوى من الاي 7 رابع بفرق 10 فريمات في الالعاب، وصرف طاقه اقل كمان 65 واط مش 84 واط. ولو عايز تفهم اكتر عن الفرق بين اجيال بروسيسورات انتل روح شوف الفيديو ده، هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه في البايو لو انت على التيك توك، او هتلاقيه في قناتي على اليوتيوب. وما تنساش تعمل شير ولايك للفيديو وتفولو لكمبيوترانجي.